السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في شوية الجاتو الحلوين قوي 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 دول؟ عملتهم بمنتهى البساطة وبطريقة سهلة جدا جدا. بصي الجمال. جايلك ضيوف، حابة تفرحي ولادك، يلا بينا نشوف انا عملت الكيك ده ازاي. الناس عادة بيعملوا اليومين دول الكراميل ويضربوه مع الكيك ومع العجينة يعني، وبعدين لا، انا هعمله بطريقة مختلفة شوية. انا حطيت هنا السكر. اهم حاجة تكون الكوباية واحدة، مج من السكر، مج من المية السخنة بتغلي، بيضتين، نص المج ده زيت، ومعلقة من الخل. انا كاتبة المقادير كلها على الشاشة. هنضربهم كويس لحد بس السكر بتاعي ما يدوب، واحط المية السخنة اللي بتغلي دي ومعلقتين كبار من لبن البودرة. وما تقلقيش خالص من المية اللي بتغلي، مش هتعمل اي حاجة في البيت، بل بالعكس هتديني نتيجة ممتازة للكيك بتاعنا. انا معايا هنا الدقيق. انا هاخد برضو 3 من المج اللي انا، انتي بقى عندك كوباية، فنجان، سلطانية، اي حاجة، المهم ان هي حاجة واحدة بس اللي بتعايري بيها. انا معايا هنا 3 مجات من الدقيق وشوية ملح. اخر مج هاخد منه، اشيل منه معلقتين من الدقيق واحط معلقتين من النشا. بس انا هضيف المواد السائلة على الدقيق وهضربه ضربتين كده لحد بس يا دوب بس دي يختفي، وهرفع فورا المضرب، لان الكيك يا جماعه ما يتضربش كتير. لو اتضرب منك يعني ضربتيه كتير هيعيش منك وهيقلب عيش على طول، مش هيبقى حلو، مش هيرفع في الفرن. فضروري ان احنا يا دوب نضرب ضربتين، او تشيلي المضرب خالص وتضربي بمضرب يدوي قبل او باي معلقه، مش هتفرق لو انتي مش هتعرفي تتحكمي في الحكايه دي. انا فضيت هنا الخليط بتاع الكيك بتاعي في الدورق ده كده او الكبة، علشان خاطر اعرف اصبه بسهولة، لاني انا مش عايزة البولات بتاعتي تتعص علشان ما تعملش حروقة في الفرن. السلاطين دي بتخش الفرن عادي جدا. لو انتي السلاطين بتاعتك مش هتخش الفرن، ما تجربيش الا لما تتأكدي. الناس عملوها كتير في فناجين وعملوها في كوبايات، قلت طب والله اللي عاملاها في سلاطين، اشمعنى انا يعني اللي مش هخترع. فانا عملتها في السلاطين عشان تديني الشكل البيضاوي اللي انت شفتيه في الاخر. معايا هنا كوبايتين من اللبن، مجين دول من اللبن، وعليهم باكو كريم كراميل عادي خالص اللي احنا بنشتريه، اشتري اي ماركة مش فارقة خالص. هحطه على النار يغلي غلوتين كده. حبيتي تزودي شوية سكر زودي، مفيش مشكلة، انا استكفيت بالسكر اللي فيه. الكيك بتاعي هنا كان استوى، وطبعا اختبرته بخلة سنان. همسكه اقلبه كده. بصي انا عايزه القاعده بتاعته تكون عدله، علشان اما احطه يعني احطه على الصينيه يكون مظبوط. فهبتدي اشيل الحته الصغيره اللي من تحت دي. انا محتاجه شويه كيك يطلعوا كده على جنب عشان اعمل منهم حاجه برضو. فانا هاخد الحته اللي تحت دي وهبتدي ارجع كل الكيك تاني في البولات بتاعته. كان في واحده لسه ما استوتش، انا لسه هطلعها بعد كده. هبتدي اخرم بقى باي حاجه مدوره عندك. انا خرمت بالقمع بتاع الكريم جانشي ده، وهعمل تجويف صغير كده علشان اعرف انزل الكريم كراميل بتاعي جوه. بصي الكيك هش وخفيف قد ايه. على فكره انا بشتغل والكيك كله دافي معايا، ما استنيتش لما يبرد خالص، ما فيش اي مشكله خالص يعني. مش من انواع الكيكات اللي لازم تصبري عليها لحد ما تبرد تماما، زي مثلا السبونج، لا هو عادي جدا. بصي انا هنا بعد ما خلاص تمام كده، جبت الكريم كراميل بتاعي وكنت مغطياه عشان وشه ما ينشفش. هبتدي املى البولات بتاعتي او الكيك بتاعي، وكل ما املاه واسيبه شويه هيشرب الكريم كراميل، فهرجع تاني اوريكي ازاي بحشيه تاني. فهو هتلاقيه من جوه منغنغ بالكريم كراميل جميل جدا، وشارب الكريم كراميل بطريقه حلوه قوي قوي. عشان كده انا عبيت الكريم كراميل وهو لسه دافي، ما استنيش عليه لما يبرد ويتقل شويه علشان الكيك يشربه. بصي هنا سيبته شويه، كان ابتدى الكيك يتشربه، رحت راجعه مزوده تاني في كل واحده معلقتين 3 لحد ما مليت البولات على الاخر. في الحاله دي انا بقى كده وديته التلاجة، عشان انا كده خلاص عايزاه بقى يمسك بقى، مفيش مشكله خالص عندي. وبقيت عندي هنا معلقتين 3 من الكريم كراميل، وخدت البواقي بتاعه الكيك اللي انا طلعتها كلها عشان اعمل منها بولات بالشوكولاته. انا سيحت عندي هنا شوكولاته على حمام مائي، وحطيت فيه رشه سوداني،
ولان السوداني مع الشوكولاته بصراحه بيدي طعم حلو قوي. وعملت كويرات كده صغيره كنوع من التزيين يعني. بس وسبتها في التلاجة برضو لحد ما اتمسكت شويه، عشان خاطر اعمل الشكل الجمالي اللي انت شفتيه في الاول. كيك سهل قوي قوي وبسيط قوي، وعملته من لا شيء والله، وبيضتين بس. عملته كان طعمه حلو قوي وخفيف جدا جدا. وجربيه كده ان شاء الله هيعجبك. ما فيهوش اي حاجه صعبه، ولا يعني مقادير جايه من المريخ. حاجه بسيطه كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. وان شاء الله يعني تعملي الفيديو ده ويعجبك وتدعي لي، تقولي الله يكرمك يا منور. بصي مفيش احسن من كده، حاجه جميله قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا حبايبي. وان شاء الله استنوني فيديو جديد. اشوفكم على خير. باي باي.